شوف هو مش ذنبي، اقسم بالله ما ذنبي اللي انت مش بتشجع الاهلي. يعني احنا كاهلاويه، وانا الحمد لله انا واحد من ضمنهم، في حظنا في الدنيا اللي احنا وقينا على الدنيا كده وكبرنا لقينا نفسنا بنشجع الاهلي. فالحمد لله على نعمه الاهلي، ربنا يديمها نعمه. وبقى ربنا يكمل خير دوت ويكملها بالستر كده، والريال يصعد الفاينل وياخد دوري ابطال اوروبا، ولا ياخد دوري ابطال افريقيا. وما بالك بقى مشوار واحد مدريد اهلاوي، ما بالك قلب عندك. بعيدا عن الهزار وكل حاجه، خلينا نتكلم في الحلقه وطير الحلقه ونتكلم على الماتش. بس قبل ما نتكلم على الماتش، يا ريت لو انت مش عامل سبسكرايب تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي وتحط لنا لايك على الفيديو دوت. عايزين الفيديو يوصل لاكبر عدد من اللايكات، وتقول لنا رايك عن الحلقه في كومنت في اخر الحلقه، واي لينك بتاع السوشيال ميديا الخاص بيا هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. يلا نتكلم عن الحلقه. في بدايه الماتش، انت كمدرب مازيمبي بس عايزين نوصل نقطه. انت الاهلي متعادل في ارضك 0-0، فمحقق النتيجه اللي هو ايه، احسن نتيجه سلبيه ايجابيه، فاهم انت حاجه كده. مش فاكر الكابتن وائل جمعه على ايه، بفرج عليها انا كنت عايز انقلها. افضل نتيجه ايجابيه سلبيه، فيري جود، برضه غلط، ما علينا. فانت انا متعادل على ارضك، فانت جاي على ارضي، يعني مستني مني ايه؟ يعني اللي انا هاجي ارحب بيك مثلا، اجيب لك بقسماط وشاي ونقعد نسقي في ارضيه الملعب؟ ما انا اكيد اضغطك، يعني انا اكيد مليون في المية اللي انا هفضل اعمل عليك ضغط عالي طول ال 90 دقيقة. ما انا عايز الماتش. فدوت تفكيرنا ككولر، هيعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هنزل اضغط على دفاع مازيمبي. فانت بقى الحنكه اللي انت بتلعب بيها هي ليه؟ تضيع وقت. يعني الكوره مش تضيع وقت. ما انشيلوتي كان نازل مضغوط من جوارديولا، عمل ايه؟ دافع. كنت تعمل كده. انا لو عايز الماتش ما انا ارجع ادافع، بس مش اللي انا بقى كل دقيقتين انت ده جون، يلا اقعد اقعد يلا اقعد يلا، ما اعرفش يروح واقع. مش عارف ايه، ثانيه ارد ايام عايز اعيش وانا ماشي حاضر ايه، وجبنا طب جايب ماشي، يقفل يلا عمو بريق، ايوه يا عم انا جاي اهو، لا مش عارف ايه، هشوفه هو جاي فين ابن عمه هجيبه معاه. مش كده، مش كده. انت الماتش ضايع منه 19 دقيقه وقت بدل ضايع على مدار الشوطين. يعني انت بتتكلم في 20 دقيقه من اصل 90 دقيقه، اللي هو ايه، احنا هنلعب امتى؟ يعني غير التبديلات اللي هتحصل وبتاع. فالماتش خلاص مفيش ماتش، 20 دقيقه وقت بدل ضايع. فين الكوره؟ هلعب كوره امتى انا بقى طول ما في 20 دقيقه ضايعين؟ فانا ما كنتش فاهم هما بيلعبوا كده ليه. انا كنت فاكر الحوار ده في فرق شمال افريقيا بس، لكن يوصل بقى مازيمبي بتعمل كده وبتاع. فانا ما كنتش فاهم هو ناوي على ايه. لو كان انا مفكر انزل الملعب اضيع وقت قدام الاهلي عشان اوصل مثلا معاه اكسترا تايم وبعد كده ضربات جزاء، فانت عبيط وغلبان. انت غلبان قوي قوي قوي. انا عمري في حياتي من ساعه ما شجعت كوره شفت فرقه قدام الاهلي ضيعت وقت وكسبت. اجيب لك بقى على الدغري كده بقى، ما بتحصلش. اصلا هضغطك. انت شفت انت فتحت خط دفاعك حوالي 10 دقايق بلعت جونين، والثالث انت اول ما دخل فيك جول دقيت بقى خلاص انا عايز اعوض، فلازم انا اجيب جول تاني. فرحت فاتح خطوطك، رحت واخد الجول الثاني من اسامه ابو علي. فاللي انت ما كنت تلعب كوره دافع، بس ما تعملش انت بتعمله ده. انا ما كنتش فاهم الحكايه اللي انت عاملها دي ايه، وكنت عايز توصل بقى لايه، وفي الاخر انت ما وصلتش لحاجه. اما بقى عن مارسيل كولر، فكولر كان داير الماتش بكل حاجه بصراحه كان عاملها في الماتش صح. شابوه ترفع له القبعه، عمل كل حاجه في الماتش. يعني بدا بتشكيل، يعني افضل تشكيل في الوقت الحالي. كان الناس كتير تقول لك امام عاشور يبدا، لا انا كنت معاه ان هو يخلي امام عاشور على الدكه وحسين الشحات يكون على الدكه. انا كنت مؤيد كولر في الراي ده، لكن في شويه حاجات في الملعب من ضمنهم رامي ربيعه. يعني رامي ربيعه دوت انا مش عارف ازاي كان بيلعب في سبورتنج لشبونه وبتاع، مش والله ما اعرف. يعني رامي ربيعه دوت ما يلعبش في بلديه المحل برضه عشان ما نزعلش حد من جمهور بلديه المحل، ما يلعبش في نادي المنشيه عندنا. والله ما عارف اقول ايه يا جدعان، بجد بجد والله في وقت مش عارف اقول ايه. عشان تقول ماتشات استغفر الله يا رب جزاء العظيم. يعني مش عايز يعني ما يلعبش بجد، بيعمل عمايل. انت لو تبص رامي ربيعه اغلب الوقت رامي ربيعه بيلعب ضدنا مش بيلعب معانا. يعني والله العظيم اغلب الوقت كده في حاجات بيعملها. الكره اللي جت جون ديت رغم ان الواد جابها عندي، انا اول ما شفت الكره قلت خروج الكره مش خروج الهيد، باين جايه في ايده ومغير اتجاهها، الكره خرجتها مش طبيعيه. انت بقى الفكره مش في كده. رامي ربيعه لما طلع مع الواد ما رجعش عمل التغطيه العكسيه تاني. الواد طلع سبق رامي ربيعه وكان واقف لوحده حط الكره جول. الكره دي كانت دخلت فينا جول. هو الواحد لوهله كده لما لقى الحكم لسه تشيك فار في نص الملعب، انا خلاص الحلم كده ايه ده احنا هنخرج. طب روح شاتم رامي ربيعه، استغفر الله العظيم يا رب. يعني فهو بيعمل عمايل انا مش فاهمها. محمد عبد المنعم السنتر باك الثاني، محمد عبد المنعم الناس بتبقى نازله الماتش ممكن المود بتاعها يكون متغير، لكن محمد عبد المنعم جوه الماتش المود بتاعه بيتغير يجي 6 7 8 مرات.
اللي انا مش فاهم لك انت عايز ايه. بس كموعد يعني وكمفيش جديد، رأسية عبد المنعم وعرضية علي معلول اعظم باك رايت في تاريخ القاره بعد العظمه اللي لوحده يعني، عشان مفيش حد يقول غير كده يعني، مفيش حد يقول غير كده. انا كهلاوي مش عارف هيجي الوقت ازاي واكون بتفرج على ماتش وعلي معلول مش موجود في الماتش. مش عارف يعني، بقول في سر يا رب ما يجي، بس كده هيجي يعني. نتكلم بقى عن فنيات، كفنيات هي كلها ضغط تمام. عايزين بس نتكلم عن واحد عشان ما ننساش حق اتنين مش واحد، حق واحد زي اكرم توفيق للنهارده بعد ربنا تمام. فضل يرجع لاكرم توفيق بعد ربنا. الكره اللي طلعها من على الخط كانت الكره ديت بالاداء اللي انت كنت شايفه من مازيمبي، واللي هم 24 ساعه قاعدين في ال 18 عندهم ضيعوا وقت ويقعوا وبتاع. الكره دي كانت دخلت احنا كان بنسبه ممكن تعدي 90% احنا كنا نبقى خارج البطوله، لان احنا لما كنا هنجيب جول كان هيبقى 1-1، كانوا هم برضو الافضليين، كنا محتاج نجيب جولين في عز اللي هم كانوا عاملينه ده. فالفضل يرجع لاكرم توفيق بعد ربنا على الكره اللي هو طلعها، وغير الاداء اللي كان عامله اكرم توفيق فسد هجمات كتير، استخلص الكره كذا مره. في كره عملها لما رجله وقفت في الارض انا خفت انه يكون قاطع في الرباط الصليبي، بس الحمد لله قام منها بخير. فاكرم توفيق النهارده مان اوف ذا ماتش، وده اكرم توفيق اللي احنا عارفينه يعني يا جدعان. يعني شهاده الواحد في اكرم توفيق مجروح، مفيش جديد يتقال على اكرم توفيق، هو معروف. لكن جه لما لعب في نص الملعب عشان كولر، انت لو تلاحظ كولر خلاه يلعب نص ملعب فاحنا ما شفناش اداء. ليه؟ لانه كان بيلعب باك رايت بقاله كتير قوي، يعني هو ممكن يكون نسي اصلا ان هو كان بيلعب نص ملعب، كان بقاله كتير قوي بيلعب باك رايت. فلما جه لعب في نص الملعب مش اكرم توفيق، ما خلاص، ما هو نسي حسيت المكان، نسي اللي كان بيعمله ايه. لكن لما لعب ماتش واثنين وثلاثه في نفس المركز هتشوف كوره من اكرم توفيق، وهقول لك اكرم توفيق اي حد هيلعب هيسد. فربنا يحميه ويبعد عنه الاصابات. تاني واحد برضو عايز اتكلم عنه هو احمد عبد القادر. عبد القادر اللي جاي من بعيد قوي، جاي من على الدكه، بعد الدكه اللي هو الخروج من السكور اصلا، اللي هو خلاص كانت مسيره عبد القادر بتنتهي في النادي الاهلي. بس كولر عمل اللي هو عايز ياخد منك كوره في الملعب، فانت مش تمشي على اللي انا بقول لك عليه، فانا هعرف اقرص ودنك بمعنى صح. هقرص ودنك ازاي؟ اللي انا اخليك تقعد على الدكه، اخرجك من السكور، كل دوت اعرفك ان هي مش بدماغك، زي ما كان كابتن احمد سامي بيعمل معاه. كابتن احمد سامي قال لك انا كنت بكون عايز حاجه من عبد القادر في الملعب، كنت بخليه يقعد دكه فينزل في الملعب يديني اللي انا عايزه. فكولر عمل معاه كده. عبد القادر تشوفه في ماتش مازيمبي اللي هناك، والماتش ده في فورمه غير، رؤيه عبد القادر للملعب، البساطه اللي بيعملها عبد القادر، اللعب الجماعي. اي نعم في حاجات بيبقى واحد على واحد ما ينفعش ان هو يباصيها، فدي حاجات مش بقى ان هو كل ما يعدي ما يباصي وبتاع، لا، في الكوره في بعض الاوقات محتاجه ان انا اكون واحد على واحد. فعبد القادر النهارده برده شابوه على ده اللي هو عمله. اسامه ابو علي التحركات، بيرستاو ما كانتش ماشيه معاه، الكوره جت في العارضه. بس كتوتال النادي الاهلي النهارده كله كفريق يعني الحمد لله، برده رجوع امام عاشور والباص اللي عمله اكرم توفيق، فالحمد لله احنا وصلنا للفاينل، رجوع عدد كبير من المصابين، فان شاء الله الفاينل بتاعنا. بس كده دي كانت دردشه. عايزين نقول لا مش هنسى كابتن محمد علي، ورب العباد ما انساه، انا كنت رايح في الحلقه من غير ما كابتن علي محمد علي، سبب ان ممكن يكون ناس كتير نزفت من مناخيرها كده من كتر اللي هو بيعمله طول الماتش. انا من بعد ما عرفت ان علي محمد علي دي هو كابتن علي محمد علي اللي هيذيع، وانا قاعد مخنوق، انا ليه ما حجزتش الماتش ورحت الاستاد؟ يعني انا كان قدامي ان انا احجز، وقلت لا خلاص مش هحجز وبتاع، واتفرج على الماتش هنا والفاينل ان شاء الله اروح الاستاد. يا ريتني كنت رحت. طول الماتش اسامه ابو علي ضيع كوره اللي هو محمد علي لعبها، والمدافع حط رجله فالكوره طلعت بقى خبطت في صدر اسامه ابو علي. الكوره طول الماتش اسامه ابو علي كان ممكن يجيب الكوره دي جول. ايوه والله، يقعد يقول لك بقى هو مش عارف ازاي ضاعت، كان لازم تدخل جول مش عارف ايه. كوره عمرو السوليه كله بقى كوم وبيتكلم على الفرص. طب ماشي، ده في الماتش. الحكم انا مالي؟ هو بيدرس في كليه زراعه قسم بايو تكنولوجي، قسم تكنولوجيا، انا مالي؟ انا مش فاهم. الم لك الطلاب يعني ويروحوا يقدموا في جامعه اللي هو بيدرس فيها، انا مالي؟ انت كل دقيقتين مش عارف الحكم المباراه اللي بيدرس مش عارف ايه وبيدرس رياضيات وعنده مش عارف 40. احنا مالنا؟ هو انت ابنك مثلا عنده في الجامعه عايزه يزود له اعمال في الميد تيرم في السنه كده يروق عليه؟ احنا مالنا يا عم؟ كل دقيقتين يعني عدهم له كده اكتر من 7 مرات. مدرس كليه الزراعه بيدرس الرياضيات فلازم يكون عنده حساب الوقت، دخل وقت المباراه في واحد بيدرس رياضيات، اللي هو لو اي عيل معاه ساعه او معاه تليفون هيعرف يقول الوقت اللي ماشي. مش فاهم بجد انا بتخنق لما يكون كابتن علي محمد علي بيعلق.
بس ادينا قلنا بقى ايه عشان كنت هنساه. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. استغفر الله العظيم يا رب على اي ذنوب وتنمر احنا تنمرها على حد. اشوفكم الحلقه الجايه. دمتم بخير.